أهلا بيكم. أنا ميري، ودي قناتي اللي بتكلم فيها دايما عن الركوب الحيواني. النهاردة هتكلم عن موضوع مؤلم جدا بنشوفه بيتكرر كتير، وأكيد انتوا أكيد بتشوفوه برضه. ناس بتشتري حيوانات وتربيهم شهر شهرين وبعد كده نرميهم في الشارع. مش عارفة ايه ذنبها الحيوانات. يعني ايه نرمي كائن حي؟ يعني نزهق منه ونروح ونرميها كده؟ الحيوان بيحس وبيحب ويشتاق وبيتألم. الحيوان بيحس بالأمان لما انت تربيه، وفجأة يلاقي نفسه في الشارع مش فاهم، ومش عارف عمل ايه علشان يتعاقب العقاب الفظيع ده. ليه؟ ومش فاهمة. لو انت مش قد المسؤولية دي ليه تجيبه من الأصل؟ من الأساس ما تجيبهوش. لا تألم نفسك ولا تألمه، أو انت مش قد المسؤولية، ولا انت فعلا متعرفش ظروفك ايه او ايه اللي حصل معاك عشان تعمل كده. بس مهما كانت ظروفك مش من حقك انك ترميه في الشارع. يعني على الأقل حطه في ملجأ، اديه لحد يربيه يهتم بيه يراعيه، لكن مش ترميه في الشارع. فجأة يلاقي نفسه كده وحيد. هو اتعود عليك، هو حبك، هو انت بالنسبة له كل حاجة، انت حياته. يعني انت عارف يعني ايه حياته؟ كأنه طفلك بالظبط، ابنك بالظبط الصغير البيبي. انت الكون كله، الملجأ الوحيد والسند وكل حاجة انت. ما يعرفش حد تاني. نفس الحيوان ما يعرفش حد تاني غيرك، وما يحسش بالأمان غير معاك، لأنه خلاص اتعود عليك. انت صاحبه، انت صديقه. ما اعرفش انا، يعني مش بعرف يعني ازاي الناس بتقدر تعمل الحكايه دي. شفت كلاب كتير كتير قوي بيبقى شكلهم نضيف وهادئ، يعني باين ان هم كانوا في بيت، وبيبصوا كده تايهين، كأنهم بيقولوا انا فين وفين صاحبي؟ هو عمل كده فيا ليه؟ انا مش فاهم. هو مش عارف. حاجات كتير بجد بتألم بتألم. مش عارفة. يعني بيلا كالبيت اللي عندي، مش عارفة لو حكيت لكم عن اللي بتعمله معانا كلنا اقول لكم ايه. دي هتعرفوا يعني ايه بجد. ان انت لو نزلت بس يمكن 10 دقايق مثلا، مش نص ساعة ولا ساعة، بتيجي بتسلم عليك كأنك غايبة ديلك سنين سنين. بنتي وجوزها لما طبعا مش قاعدين معانا، فلما بيجوا عندنا بتسلم بسلام بحرقة وبصوت كأنها وحشتوني، انتوا فين؟ انتوا مش بتيجوا ليه؟ اكتر من الانسان. يعني ما تتخيلش ان هي بتعمل ايه لما انا بطلع وبرجع. ايديها دي بتبقى على كتفي، والبوس بقى، وبوس بوس بوس. ما اقولكوش منظر ما اقدرش استغنى عنه. انا ما اقدرش اتخلى عنها ابدا. انا مش عارفه ازاي هما بيعملوا كده ولا بيقدروا يعملوا كده. مش عارفه. فيه ناس بتشتري الحيوانات. مشكله كمان، دي مشكله، انها بتشتري مثلا عشان اولادها اصروا، عشان الحيوان شكله حلو عجبهم، شافوه مثلا عايزينه كبير مثلا ويتظاهروا بيه مثلا، مش فاهمه. واول ما يتعب او يوسخ الدنيا مثلا، معرفوش يعتنوا بيه، او هو مش قادر ان هو يتفاهم معاه، خلاص يرميه. مش حتى بس يرجعه او يوديه مكان امن، ان هو فعلا واثق فيه ان هو ياكل يشرب يحس بامان مستريح. انها مسؤولية، دي روح.
مش زي عندنا في البلاد العربية بنرميهم بالطوب ونموتهم أنا شفت منظر مؤلم مؤلم. كلبة ليها أولاد قاتلينها موتينها، ولادها قاعدين يا عيني صغيرين. انت فين؟ فين قلبك؟ فين الرحمة؟ فين الرحمة اللي هي أصلا يعني مش بتحس ان دول جعانين؟ دول هيعيشوا ازاي؟ يعني ازاي انت تحس ان انت مثلا كأب او كأم ان دي ابنك وبنتك مش هيلاقوك في وقت ياكلوا يشربوا؟ ازاي؟ يعملوا ايه؟ ملهمش حد غيرك. دول نفس الحكاية. لو انت مش قد المسؤولية ولا قد الرحلة معاه من هو صغير لغاية ما يكبر وتلعب معاه وعايز تعيش معاه كل حاجة وتعبه ويكبر وسخته وكل حاجة وصوته العالي وكل اللي بيعمله، لو انت مش قد ده لا، بقولك ما تجيبش حيوان تتعبه وتألمه، لان انت لو انت مش قده انت فعلا مش بتحس ولا بتحس بالمسؤولية ولا بتتألم. فانت ما تجيبش حيوان تألمه وتجرحه وتعذبه معاك وتحسسه ان هو عمل اجرام علشان عمل حاجة عشان يترمي في الشارع كده بلا ملجأ. والحيوان اللي بيتربى في البيت غير اللي في الشارع. يمكن اللي في الشارع لو ان ده غلط برضو بيتعودوا يعني بيحاولوا يدافعوا عن نفسهم، بيمكنوا يعضوا او يعملوا اي حاجة دفاع عن النفس، ورغم ان هم اللي عارفين ان البشر بتأذيهم، رغم ان كده اول ما بيشوفوا بشر بيجروا عليه ويفرحوا جدا، لان هو من نبعه اساسه بيحب. ما يعرفش الغدر اللي في البشر، ما يعرفش غدر البشر ولا يعرف ازاي يتعامل معاه. هو بس مخلوق بيحب. لكن انت ما تقدرش تحب ما تجيبهوش، مش قد مسؤوليته ما تجيبهوش. ده فعلا بجد بجد يعني الحاجات دي بتألمني جدا جدا جدا. فياريت بجد بجد لو كل شخص يعرف حد بيجيب حيوان ومش هيهتم بيه ينصحه يقوله لا لا. وانا من هنا ياريت لو انتوا فعلا بتشجعوا يعني القناة بتاعتي، وان انتوا تقولوا يعني نفس الكلام اللي انا بقوله، او انتوا معايا في الرأي، وتشيروا الفيديو وعشان يوصل لناس كتير، يوصل للناس انها فعلا تفهم وتقدر يعني ايه كائن زيك مخلوق ربنا خلقه من حقه يعيش حياة سليمة، حياة فيها امان، فيها استقرار، فيها مودة. وانا من هنا بقول لكم الرحمة مش بس في الكلام، الرحمة في التصرف، في القرار اللي انت بتاخده وبتفكر تجيب حيوان. لو مش في قد المسؤولية سيب اللي يقدره ياخده، لكن ما تكونش سبب في كسر قلبه. انا عملت قناة دي علشان اوصل رسالة ان الرحمة والحيوان مش رفاهية، انسانية يا جماعة. احنا خلاص بقينا مش عارف حتى مع بعض بناكل في بعض ونفرق. فيا جماعة الحيوان ملهوش ذنب. لو انتوا مش قد ده يا ريت بناشدكم بلاش تجيبوا حيوان انتوا مش قده. لو عجبك الفيديو تشترك في القناة، ساعدني انشر الوعي ده علشان كل كائن يستاهل يعيش بأمان، يستاهل يعيش استقرار، يعيش بمودة. متضايقوش مني. ولو في ناس تتكلم مثلا انت سايبه البني ادمين ويتكلم عن حيوان، ما هو الانسان هو اللي بيأذي الحيوان. لو هو فعلا حب الحيوان والتعامل معاه بمودة ورحمة، هو نفسه هيلاقي كل الدنيا فيها امان ورحمة. لانه لو اتعامل برحمة وامان مش هيتعامل مع غيره من غير رحمة، على الأقل هيحس بغيره، لأنه حس بالكائن اللي ما بيعرفش يتكلم. وسامحوني لو كنت تقيلة على قلبكم.
بتمنى أكون خفيفة على قلبكم. وباي باي.